في القسم الاول. ان شاء الله البليز امبورطون ان شاء الله تكون الروح الرياضيه بين الفريقين والافضل اللي يفوز ان شاء الله، ونتمنى اولمبي اللي يفوز طبعا. ان شاء الله نتمنى اللاعبين هذو يكونوا امثالكم يعني حتى يعني يعطيونا طبعا ان شاء الله نشوفوا مقابله كبيره، خاصه الروح الرياضيه بين الانصارين. هذاك هو الشيء المهم ان شاء الله. المحاولة الأولى وتدخل الحارس ثم خطأ. هناك عوينة سعيد اللي يذكر بخطأ، طبعا يعلن عن خطأ على الحارس وداد تلمسان الحارس سوفي. شوف الإعادة فقط لعالية، كانت عالية وانتقدهم الحمري أو أحد لاعبي وداد تلمسان في تنفيذ هذه المخالفة. رأسية وراح. شوف يعني رأسية كانت صعبة جدا، رأسية بوغاش لم تخرج بعيدة عن الحارس وابدي، كانت صعبة جدا لوداد تلمسان. ترجع في وسط الميدان لبشرين، فتحة إلى الأمام صعبة جدا. ولا شوف أعراب كيف يعني نقول أن الكرة كانت متجهة ناحية الشباك. انطلاقة لصالح وداد تلمسان، محاولة صعبة والمراوغة الأولى، ثم شوف الخطر كيف كان. صعبة هذه الكرة، الكرة هذه من مسعودي. الكرة يعني وقفها اللاعب راوغ ثم مد كرة، وكاد اللاعب مسعودي أنه يصل إلى مرمى الحارس وابدي. جاهل في تنفيذ هذه الخطأ أو هذه الكرة الثابتة وإخراجها من الحارس كان ممتاز، الحارس سوفي كان ممتاز. مبادرات عديدة ثم الحارس يتدخل ومحاولة والهدف الأول لصالح جمعية شلف بعد خطأ في المراقبة من الدفاع. الخطأ في المراقبة من وداد تلمسان يكلف الوداد هدف بعد المحاولة طبعا وخروج الحارس، وكذلك الدفاع اللي ما رجعش لمنطقته، وسجل فريق جمعية شلف الهدف والإصابة الأولى في الدقيقة 32. ظل هدف كان رائع وممتاز لوداد تلمسان. حراسة مشددة، محاولة لصالح فريق الجمعية بل لوداد تلمسان، ولكن إخراجها بصعوبة كبيرة. تخرج هذه الكرة ومحاولة للدفاع، ثم الخطأ يرتكب على لاعب فريق مسعودي، خاصة في مثل هذه الكرات الصعبة. بالحمري والحارس وابدي. ارتماء على الكرة وتبقى شباك نظيفة لحد الآن بعد هذا الخطأ من دفاعه. كرة لوسط الميدان في محاولة لصالح جمعية الشلف، محاولة داخل منطقة العمليات، ثم الهدف الثاني. لا كان خطيرة جدا. وشوف الكرة كانت يعني من مليكا قائد الفريق. شوف التسديدة كانت بقوة لكن عالية بكل عناصره في محاولة، والحارس يتدخل وفيه خطأ يرتكب. خطيرة جدا، راح تكون تسديدة لا توزيعة لصالح فريق والمحاولة العارضة والخطأ. الحكم يعلن عن خطأ، الحكم السيد عوينة يعلن عن خطأ. شوف احتجاج كبير من لاعبي وداد تلمسان على السعيد عوينة، والحكم السعيد عوينة يعلن عن خطأ لصالح جمعية شلف. شوف الإعادة كيف مرر ناحية بالحمري، ثم طويلة وتدخل للفريقين سواء وداد تلمسان اللي يتحصل على هذه اللقطة، ثم في محاولة داخل منطقة العمليات، محاولة صعبة، وتعديل النتيجة هدف مقابل هدف، وتعديل النتيجة من الوداد اللي سجل هدف في الدقيقة 85. الدقيقة 85 وداد تلمسان يسجل هدف في التعادل.
هدف التعادل بملعب محمد بومزراق بعد اللقطات والضغط من جانب الوداد. شوف الإعادة، هذه الكرة لصالح الوداد وتسديدة قوية الشوط الثاني والمباراة. هدف مقابل هدف، نتيجة المقابلة لحد الآن. هدف على مستوى الهجوم وسجل هدف التعادل. إذا الأمور أصبحت أصعب وصعبة جدا للفريقين. هدف التعادل إذا التماس يعني من التماس إلى التماس، وتبقى الكرة لصالح الوداد. والحكم لا، الحكم لم يعلن بعد عن نهاية المقابلة، والأنصار دخلوا أرضية الوداد وإنهاءها. من أنهاها الحكم السيد عوينة أم أنهاها الجمهور؟ لا أعرف يعني. حتى الآن ظن 94 دقيقة ظن الحكم أعلن عن نهاية المباراة، والفرحة لصالح جمعية شلف. حسب الفرحة هذه صعود جمعية شلف للمحترف الأول، للرابطة المحترفة الأولى.